هذا الموسم ابطال جدد حيولدوا بالاضافه الى ملوك حينزلوا عن العرش. واليوم جايب لكم توقعات لابطال الدوريات الخمسه الكبرى، واوعدكم في بطل ما حدش كان متوقع ابدا. خلينا ندخل بالتفاصيل. بهذا الفيديو في كل دوري من الدوريات الخمسه الكبرى في عندنا ست امور اساسيه ومهمه: بطل الدوري، وصيف الدوري، ثالث الدوري، مفاجاه الدوري، هداف الدوري، واكثر لاعب صنع في الدوري. لا تنسى اللايك والكومنت والاشتراك بالقناه، ويلا خلينا ندخل بالتفاصيل. بطل الدوري الانجليزي بين ثلاث انديه هم الاجهز على المستوى الفني: ارسنال، ليفربول، مانشستر سيتي. لكن توقعي بطل الدوري الانجليزي ليفربول، وطبعا حتسعد. مانشستر سيتي عمل صفقات بالاضافه الى ارسنال، جاب مهاجم ممكن يحققوا الدوري الانجليزي. حتى راح اعطيك ثلاث اسباب متوقعه ومهمه تجعل ليفربول بطل الدوري الانجليزي. السبب الاول تدعيم الفريق بصفقات جدا مهمه وسوبر ستار بالاضافه التي تخدم خدمات ارن سلوت. السبب الثاني وجود محمد صلاح وفان دايك واليسون الاكثر خبره في النادي. السبب الثالث وجود محمد صلاح هو الافضل في الدوري الانجليزي في اخر 5 مواسم. وصيف الدوري مانشستر سيتي ابدا بيب جوارديولا لن يتنازل عن منافسه ليفربول طوال الموسم على بطوله الدوري الانجليزي. بالمركز الثالث في الدوري الانجليزي طبعا بدون ادنى شك تشيلسي. طب حتسالني ارسنال وين؟ راح اخبرك بهذا الفيديو ليش ارسنال ليس بالمركز الثالث. ارسنال جلى مهاجم جدا قوي، ولكن 40% من الصفقات تاتي من البرتغال لا تنجح في الدوريات الخمسه الكبرى، بالاضافه لجعل الضغط عليه وجعله هو من سيجل بالدوري الانجليزي لنادي الارسنال. مفاجاه الدوري الانجليزي نعم مثل ما سمعت، مانشستر يونايتد ليس منافس على الدوري ولكن حيكون منافس للكبار طوال الموسم. جوله حتلاقيه متصدر الدوري الانجليزي بالاضافه الى جوله حينتصر على الكبار فيها. هداف الدوري الانجليزي بين ثلاث لاعبين: هالاند، محمد صلاح، جيكي روس. ولكن لو فرحضا في هذه المنافسه هو هالاند من جانب مانشستر سيتي. اكثر لاعب صناعه للاهداف بالدوري الانجليزي حرفيا هون في منافسه بين ست لاعبين: صلاح وفيرتز من جانب ليفربول، بالاضافه الى كول بارمن من جانب تشيلسي، بالاضافه الى ريان شرقي من جانب مانشستر سيتي، وبرونو وكونيا من جانب مانشستر يونايتد. ولكن اتوقع للجوهره الالمانيه فلوريان فيرتز من جانب ليفربول. عاد وانت بدورك شاركني رايك في التعليقات من هو بطل الدوري الانجليزي. والان مع الدوري الاكثر عمالقه في العالم هو الدوري الايطالي. الدوري قوي وتنافسي ويحسم بالجولات الاخيره. بطل الدوري الايطالي بتوقع الشخصي هو البيج ميلان لعده اسباب واهمها: السبب الاول وجود لوكا مودريتش في نادي ميلان. طب راح تسالني هو كبير بالعمر ما راح يفيد ثانيا، حاتفق معك ولكن بجزئيه بسيطه. وجود لاعب بحجم لوكا مودريتش في نادي ميلان هذا حيفيد الشباب اللي داخل النادي اللي قادر تفيد النادي لاكثر من 10 سنوات مستقبلا. وجود لاعب بحجم لوكا في نادي ميلان متعود على البطولات والضغط هذا دافع كبير لدى اللاعبين لتقديم الافضل لهذا النادي. وجود أليجري في نادي ميلان هذا بحد ذاته بطولة النادي، واتوقع فوزه بالدوري الايطالي بالموسم القادم. الوصيف هو يوفنتوس لانه لا يمتلك الى حد الان مقومات ان يكون بطل الدوري الايطالي. ثالث الدوري هو نابولي مع كونتي وليس كونتي الموسم الماضي. مفاجاه الدوري هون حتنصدم مني بشكل جدا غريب: انتر ميلان بعد رحيل سيموني انزاجي. سبب الخلاف بين اللاعبين ووجود مدرب لا يمتلك اي امكانيات ليدير نادي بحجم انتر ميلان. ده في الدوري الايطالي طبعا بدون ادنى شك رافائيل لياو، واتوقع هيقدم موسم تاريخي واسطوري مع أليجري. اللاعب الاكثر صناعه للاهداف طبعا بدون ادنى شك كيفين دي برون بسبب وجود الامير لوكاكو الصغير. وبرايك انت مين حيكون مفاجاه الدوري الايطالي هذا الموسم؟ شاركني رايك في التعليقات. والان مع الدوري الذي يوجد فيه افضل ناديين في تاريخ كره القدم برشلونه وريال مدريد. التوقع بالدوري الاسباني جدا صعب او شبه مستحيل. توقع لبطل الدوري الاسباني وانا اسف جدا وراح تتفاجئ من هذا التوقع هو اتلتيكو مدريد. طب راح تسني ريال مدريد وبرشلونه اي؟ راح اعطيك ثلاث اسباب جدا مقنعه. ريال مدريد مع مدرب جديد واسلوب جديد، بالاضافه الى ما في اي تنافس بين النجوم. يحتاج ريال مدريد الى بعض الوقت يكون ريال مدريد الشرس. برشلونه ايضا عنده مشكله بمصيده التسلل تحديدا بعد رحيل انيغو مارتينيز عن النادي، بالاضافه الى الاصابات المتكرره عند بعض اللاعبين: داني اولمو، ديونغ، راشفورد، بيدري. جميع هذه الاسباب تجعل اتلتيكو مدريد بطل الدوري الاسباني، بالاضافه للصفقات التي عملها جدا سوبر ممتازه. بالاضافه حيكون تركيز اتلتيكو مدريد كامل متكامل على الدوري الاسباني. الوصيف والمركز الثالث هي بين برشلونه وريال مدريد، ولكن توقع المركز الثاني لنادي برشلونه والمركز الثالث لنادي ريال مدريد. مفاجاه الدوري اتوقعها بدون ادنى شك ريال بيتيس، وممكن يكون صاحب المركز الثالث وينافس الكبار. هداف الدوري الاسباني جوليان الفاريز من جانب اتلتيكو مدريد، واكثر لاعب صنع بالدوري الاسباني لامين يامال من جانب برشلونه. هي توقعات للدوري الاسباني، وانت برايك؟ شاركني رايك في التعليقات من هو بطل الدوري الاسباني للموسم القادم. الدوري ما قبل الاخير الدوري الالماني، وشوي على السريع البطل بروسيا دورتموند لاربع اسباب واتوقع حتوافقني فيها في نهايه الفيديو. السبب الاول وجود مدرب يمتلك خبره بالدوري الالماني، بالاضافه لطريقه واسلوب لعب جدا واضحه، بالاضافه يمتلك مهاجم من الافضل في اوروبا جيراسي. ضعف بايرن ميونخ على المستوى الفني وتحديدا في دكه البدلاء وعدم وجود عناصر اساسيه تساعد الفريق على النمو بشكل جدا مستمر. الوصيف بايرن ميونخ فقد جزء كبير من هيمنته على الدوري الالماني. مفاجأة الدوري باير ليفركوزن حيكون بين السادس والسابع الدوري بسبب تين هاج. لا في الدوري الألماني حيكون لاعبين جيراسي من جانب دورتموند، بالإضافة لهاريكين من جانب بايرن ميونخ. وأكثر لاعب صنع بالدوري الألماني هو أوليسيه. وأنت بدورك مين تتوقع بطل الدوري الألماني بين دورتموند أو بايرن ميونخ؟ اكتب لي في خانة التعليقات. وختاما مع الدوري الفرنسي بطل الدوري الفرنسي هو مارسيليا. بمزح معك طبعا، باريس سان جيرمان بدون أدنى شك. وباقي الدوري هو تاريخ بسيط لباريس سان جيرمان. وأنت بدورك الآن تكتب لي توقعاتك لأبطال الدوريات الخمسة الكبرى. لا
لا تنسى اللايك والكومنت والاشتراك في القناة. سلام.